بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يتعلق بالعملية الصفحة الأخيرة من عملية لبيك يا رسول الله، وهي تحرير الجزء الغربي أو الجانب الغربي لنهر دجلة وهو مركز مدينة تكريت. العملية بدأت في فجر يوم الأربعاء الماضي وفق الخطة المرسومة لها وفق التوقيت المحدد لها، وتم التحرك باتجاه تكريت من أكثر من محور، من المحور الشمالي والمحور الجنوبي والمحور الغربي والذي استهدف قلب تكريت. العملية لم تتوقف ولم يتغير فيها شيء، وإنما الاستراتيجية واضحة، وهنالك تكتيك يستهدف كما أشار الضيفين الكريمين من سامراء وتكريت أننا من خلال الدقة في التحرك نستهدف عدة أشياء. أولا تقليل الخسائر في صفوف المقاتلين، في صفوف مجاهد الحشد الشعبي وأبناء القوات المسلحة، لأن تكريت عبارة عن صندوق حديدي مفخخ. حاول الدواعش أو أصروا على زرع الموت في كل مكان من تكريت، سواء كان في البنى التحتية، في البيوت، في الشوارع، في البساتين، في الصحراء، في كل مكان. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى الحفاظ أيضا على البنى التحتية كما أشار الضيفين الكريمين. لذلك نحن منذ اليوم الأول لبدء العملية في تكريت بدأنا عملية قضم تدريجي، لأن الجهد اليوم منصب بشكل كبير على معالجة العبوات الناسفة التي زرعت في كل مكان. لم يتوقف العمل ولا للحظة واحدة. أنا عدت اليوم الساعة 6 مساء، وكما ذكر الأخ يزن من تكريت في كل ساعة لدينا معالجة، في كل ساعة لدينا مواجهة مع العدو. ذكرت للأخ السيد محمد قبل أن ندخل في البرنامج أننا في كل يوم نفجر ما يقارب من 8 إلى 10 صهاريج أو لوريات أو شفلات مصفحة ومفخخة، يحاول العدو استهداف القطاعات الأمنية وتشكيلات الحشد الشعبي فيها. هذه جميعا تحتاج إلى دقة، تحتاج إلى رسم واضح للخطة لتحرك كل المقاتلين. كما تعلم اليوم تكريت مطوقة بآلاف من المقاتلين، مقاتلي الحشد الشعبي، وكذلك القوى الساندة من التشكيلات الأمنية. لذلك نحن لا يهمنا، لا نهتم كثيرا بالدقيقة أو الساعة، وإنما نهتم بنجاح المهمة أولا وبتقليل الخسائر داخل مجاهدينا ومقاتلي الحشد الأمنية. نستشرف مشهد، ناخذ مشهد المناوئين، نعم، مشهد المحرضين، إذا ما دخلت القوات إلى داخل تكريت ووصفتها عبارة عن صندوق ملغم، هذه البيوت وهذه المناطق والبنى التحتية الملغمة، إذا ما أراد الداعشيون المتحصنون في هذه المناطق الانتحار وتفجيرها سيرسلون رسالة إلى العالم بأن الحشد الشعبي والقوات الأمنية قد فجروا تكريت. ما هي إجراءاتكم لدرء هذه الصورة؟ احنا الآن بالمرحلة الأولى تقدمنا من الجهة الغربية إلى قلب تكريت، وصلنا يعني بدأ الهجوم من ساعات الفجر الأولى، ووصلت تشكيلات الحشد الشعبي إلى البيوت الأولى في منطقة الديوم، وكانت مفخخة بكاملها. عكفت مجاميع المعالجة هذا التلغيم ورفع هذه العبوات، القناصة والاستهداف. هذه بطولة أنا ذكرت قبل ساعتين تقريبا في رسالة عبر الانترنت مع أحد الأخوة أن هنالك مواقف أسطورية لأبطال الحشد الشعبي في ال5 أيام الماضية. التفاتة جميلة من عندك أنه كيف يستطيعون أن يفكوا هذه الألغام. نعم، هم يتقدمون من بيت إلى بيت يطهروه، وأمامهم لوريات مفخخة ومصفحة وصهاريج وانتحاريون وقناصة، ونحن لدينا مسح استخباري كامل الآن بيننا وبين العدو أمتار في كل المناطق. الآن في تكريت الالتحام بشكل مباشر بيننا وبين العدو أمتار، يفصل في أكثر المناطق، يفصلنا عن العدو حائط أو حائط غرفة وهكذا. وبالتالي الآن عرفناهم تماما. أغلب المتواجدين في تكريت الآن هم الذين هربوا من الدور ومن البعجيل ومن العلم وباقي المناطق، كثير منهم شيشانيين، جنسيات مختلفة وعرب الجنسية أيضا بالإضافة إلى عراقيين، لكنهم مرعوبون خائفون، يحاولون الاستنجاد بمن تعودوا أن يحصلوا منه على نصرة إعلامية أو سياسية أو تقديم دعم معنوي. يصورون أنهم لا زالوا بإمكانهم أن يحولون هذه المعركة إلى صالحهم مثلا، أو يستطيعون أن يفكوا الحصار المفروض عليهم. اليوم تكريت بالنسبة لنا محسومة، لا نفكر بها بل نفكر في يعني القادمة في غير تكريت. المعركة هي صفحات ومراحل. المرحلة انتهت الآن، تم التوقف، قف لمرحلة معينة. لم نتوقف أبدا، يعني أنا أتحفظ على كلمة توقف بشكل كامل. لم يعني نتوقف ولا لساعة، يعني حتى وإن كان بدء مرحلة أخرى بين مرحلة ومرحلة أخرى. هي المرحلة الأولى كانت تقتضي، ما هذه الرسائل التي وصلت من أن العملية توقفت أبدا، والتبرير من بعض القادة العسكريين لبدء مرحلة أخرى. أنا أستغرب. أنا البارحة لحد الساعة 2 إلا ربع فجرا
آخر اجتماع كان مع السيد قائد العملية صلاح الدين فريق عبد الوهاب، ولم نتحدث بشيء عن توقف وإنما كل ساعة نجلس فيها تشكيلات الحشد ومع القوى الأمنية نرسم الخطوات القادمة لإكمال التحرير. يعني سيد محمد اليوم فتحت